انتشار مرض الكوليرا. في الفيديو ده هقولك مجموعة أعراض لو ظهرت عليك لازم تتحرك فورا ومن غير ما تقلق، وكمان هقولك على الأدوية اللي ممكن تستخدمها، بس ما تنساش تشارك المنشور مع كل أصحابك عشان تفيد غيرك. قبل ما أقول إذا كان حقيقة ولا مش حقيقة، أنا عاوزة ألفت نظرك لنقطة مهمة جدا. أحيانا كتير جدا بنتوهم المرض نتيجة لسمعنا أعراض شبه الأعراض اللي كانت عندنا دلوقتي حالا، وبالتالي بنتوهم المرض، وللأسف ده بيخلي رحلة العلاج أطول ومعقدة أكتر. فخلي بالك، مش كل حاجة تسمعها تصدقها على طول. التشخيص هو دور الطبيب مش دورك انت. هي ايه الكوليرا اصلا؟ الكوليرا هو مرض بكتيري بينتقل عن طريق المياه الملوثة والاكل الملوث. مجموعة اعراض لو ظهرت عندك لازم تحرك فوري. مش مهم خالص اسم المرض، كوليرا او تلوث او نزلة معوية او انفجار ماسورة في المية، مش هيفرق معانا دلوقتي. المهم عندنا الاعراض اللي هتظهر عندك: ارتفاع شديد جدا في درجة الحرارة، قيء او ميل للقيء المستمر، طول الوقت في احساس بالغثيان، واهم عرض هو الاسهال المستمر في صورة ووتري دايرية، وهو ان الاسهال بيكون في صورة سائلة جدا، وده بيفقد جسمك كل السوائل اللي في جسمك وممكن يدخلك في حالة من الجفاف الشديد. كمان بيفقد جسمك معادن وفيتامينات كتيرة جدا. للأسف كمان بيحصل لخبطة في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وده بيأثر جدا على صحة الكلى، وعشان كده ده بيحتاج تدخل فوري. أقرب مستشفى لازم تتوجه ليها للفحص الفوري، والتشخيص بسيط وسهل مش هياخد أي وقت. وانت في البيت لسه ما روحتش المستشفى، في شوية أدوية ممكن تبدأ تاخدها. أولا المحاليل ال ORS موجودة في كل مكان وكلنا عارفينها، دي محاليل بتمنع الجفاف للأطفال وللكبار. وكمان لو الحالة شديدة فهي لازم تعلق محاليل في المستشفى تحت إشراف طبي طبعا. ولكن كمان ممكن ناخد زنك إذا كان في إسهال مستمر، ممكن ناخد زنك. للأطفال ممكن ناخد زنك أوريجين، والكبار ممكن ياخد أي مركب من مركبات الزنك، زنكوترون أو أي مركبات من مركبات الزنك. كمان نخلي بالنا جدا نبعد تماما عن أي مصدر من مصادر المياه الملوثة. خلي بالك الإسهال المستمر والترجيع المستمر خطر جدا، لازم تدخل فوري. نهتم ان احنا ناخد المية من مصادر موثوق منها. الفترة دي طالما قلقانين ممكن نشرب مية معدنية. كمان ان احنا نخلي بالنا جدا في الخضروات والفاكهة، طول الوقت غسيل الخضروات والفاكهة بالمية والخل مش بالمية بس. ابعد تماما عن المطاعم، ابعد عن انك تتعرض لأي مصدر من مصادر المية خارج بيتك. خلي بالك طول الوقت ان صحتك هي البريورتي ومش مهم اسم المرض. خلي بالك الموضوع محتاج مننا طول الوقت وعي، سواء كان في كوليرا او ما فيش كوليرا، وطول الوقت ان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا.